بالعمري، تمريره عرضيه، فرصه، جول الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. السيباري تمكن من تسجيل اول هدف بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط في الحله ديالو الجديده. السيباري يوقع الهدف الاول وبطريقه جميله لان كره عرضيه، فتمكن من يعني خرج من السيباري يوقع الهدف الاول وبطريقه جميله لان كره عرضيه، فتمكن من 13 مباراه دوليه مع المنتخب الوطني المغربي مقابل 99 تمريره. تمريره عرضيه، فرصه، جول الهدف اللي كيجي بهذه الكيفيه، الهدف اللي كيجي بهذه الصوره الجميله لاسماعيل. اليوم الليله ليل، اليوم السهره ستستمر وسيكون الاستمرار طويل. اسماعيل اليوم حاضر بقوه ويغازل الشباك مرتين. اهتز الشباك من الياس عند بالعمري كيرفع كره عرضيه صغير، الياس تسديده، يا سلام على هذه التسديده الرائعه لولا براعه جبريل. ابراهيم اشرف حكيمي، فرصه تسديده، يمتاز بالتسديد القوي، الياس بن صغير، كره مره ثانيه نفس الاسلوب، ياخذ نفس الوضعيه ويسدد الذي يسير ويبحث للاندماج اكثر. كره ممتازه، فرصه اشرف حكيمي، تمريره في الجهه اليسرى، تمريره عرضيه، فرصه، جول والهدف الثالث. ايوب الكعبي السليمه ديال الكره يضعها في الشباك، تمريره عرضيه، اصر على ان يسجل، حاول في اكثر من مره في الشوط الاول، لم يسعفه الحظ الا مع انطلاقه الشوط الثاني، ويتمكن المنتخب الوطني المغربي من تسجيل الهدف الثالث. امتاز داخل منطقه الجزاء، راسيه لم تغادر بعد، راسيه، جول كمان الجيش الملكي حينما ابدع وتعامل مع تمريره ممتازه، وبعد ذلك كمان براس ديال اللاعبين. لاحظوا وسط ثلاثه ديال اللاعبين، الطريقه اللي جات من خلال هذه الكره نايف ايكر قام بجهد كبير، رجع المثالي، قراءه تقدير ممتاز. ضاعت كترجع مره اخرى مغربيه عند نائل العيناوي، فرصه مغربيه، فرصه، جول عزتينو ناحيه يعود للتهديف. اسيا 5 ديال الاهداف مقابل لا شيء، تمكن من وضعها في الشباك دون الطريقه ديال التمريره من نائل، ثم اللاعب عز الدين أناحي، تسديد الزاويه البعيده. التلميذ يتفوق على الاستاذ وليد الركراكي، والمباراه لا زالت قادمه.